السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي مع الدرس الثاني في الوحدة الثانية، وهنتكلم عن بلادي مسؤولياتي. والدرس ده لازم نعرف قد إيه الوطن إحنا مسؤولين عنه. عشان كده أول حاجة لازم نعرفها إن مصرنا الحبيبة نعيش قالك على أرضها ونشرب من مائها، ويجب علينا قالك الحفاظ عليها ونبذل إيه كمان قالك الجهد لنهضتها حتى تظل قوية ومتقدمة. طب يعني ايه اصلا مسؤولية وطنية؟ قال لك هو واجب المواطن تجاه قال لك وطنه، ويشمل قال لك الالتزام بالقوانين، العمل على تقدم الوطن، الحفاظ على قال لك موارد الوطن. طب تعالوا نشوف واجبي نحو وطني. قال لك رقم واحد أكون مواطنا صالحا. اتنين أشارك قال لك في الأعمال التطوعية. تلاتة قال لك ألتزم بالقوانين واحترم النظام. أربعة أحافظ على المرافق العام. خمسة لا أردد الشائعات التي تسعى إلى هدم المجتمع. ستة أحافظ على نظافة الشوارع والحدائق. كمان مرة يبقى وطني هو قال لك بيتي الكبير الذي نعيش فيه جميعا، ومن واجبي نحو واحد أكون قال لك مواطن صالح. اتنين أشارك في الأعمال التطوعية. تلاتة قال لك الالتزام بالقوانين واحترام النظام. أربعة قال لك أحافظ على المرافق العام. خمسة لا أردد الشائعات والتي تسعى إلى هدم المجتمع. ستة أحافظ على قال لك نظافة الشوارع والحدائق. طب تعالوا نشوف بقى حماية موارد الوطن. من واجبنا أن نحافظ على قال لك مواردنا الطبيعية والبشرية. طب ليه؟ قال لك لأنها سر نهضتنا وتقدمنا، وذلك من خلال قال لك رقم واحد ترشيد استهلاك قال لك المية والكهرباء. اتنين نساهم قال لك في حماية الآثار والتراث. تلاتة حماية قال لك الموارد المائية من التلوث، يبقى احنا لازم نرشد قال لك استهلاك المية والكهرباء. اتنين نساهم في حماية الآثار والتراث. تلاتة حماية قال لك الموارد المائية من التلوث. وهنا في معلومة إسرائيلية: اعتبر المصريون القدماء أن استقرار فيضان النيل مرهون قال لك بالعدل والحق والحفاظ على مبادئ المعبودة ماعد، ويعني استمرار عطائه، بينما مخالفتها تجلب قال لك الفوضى والخراب. وهنا في قيمة نتعلمها: حماية الموارد مسؤولية جماعية وليست مسؤولية الفرد فقط أو الدولة فقط. طب يعني إيه بقى مشاركة في تنمية الوطن؟ هنشارك قال لك يستطيع كل فرد أن يشارك في تنمية وطنه. طب إيه الدليل؟ إزاي؟ قال لك من خلال واحد الاجتهاد في الدراسة، يبقى لازم نجتهد في الدراسة بتاعتنا. اتنين العمل قال لك بإخلاص وإتقان. تلاتة قال لك تشجيع المنتجات المحلية. يبقى رقم واحد قلنا الاجتهاد في الدراسة. اتنين نعمل بإخلاص وإتقان. تلاتة نشجع المنتجات المحلية. طب تعال نشوف بقى التعاون بين أفراد المجتمع. قال لك يمكننا أن نتعاون بطرق عديدة. طب إيه الدليل؟ قال لك رقم واحد العمل بشكل جماعي، يبقى كلنا إيد واحدة. اتنين مساندة بعضنا بعضا في الشدة والرخاء. تلاتة قال لك الحفاظ على الأمن والسلام. كمان مرة يبقى احنا يا جماعة نقدر نتعاون بطرق عديدة. ازاي؟ قال لك رقم واحد نعمل بشكل جماعي. اتنين نساند بعضنا في الشدة والرخاء. تلاتة نحافظ على الأمن والسلام. طب ايه هو أهمية التعاون؟ قال لك يجعل المجتمع أكثر ترابطا ويعيش أفراده قال لك في تفاهم. وهنا في قيمة نتعلمها: إن بناء الوطن مسؤولية كل فرد. وهنا في نماذج للمسؤولية تجاه الوطن. وقال لك رقم واحد المعلم بيعمل ايه؟ قال لك يربي الأجيال ويغرس فيهم القيم. طب الجندي قال لك يدافع عن الوطن ويحمي حدوده. طب الشرطي قال لك يحافظ على الأمن والنظام. طيب الطبيب يعالج المرضى بإخلاص. طب العامل قال لك ينجز عمله بإتقان لخدمة المجتمع. يبقى كل شخص في الوطن له دور مهم يجب أن يقدمه. وقلنا النماذج ديت زي المعلم، زي الجندي، زي الشرطي، زي الطبيب، زي العامل، وكل فرد داخل المجتمع. وهنا في حقائق تاريخية: ما فعله الجنود المصريون في حرب أكتوبر عام 1973 خير دليل على قال لك الشجاعة والتضحية. ليه؟ قال لك لحماية حدود
الوطن. تعال نختبر نفسنا. أكمل الدفاع عن الوطن وحماية حدوده من مهام ضابط الجيش. علاج المرضى دور مهم يقوم به الطبيب. 2. بما تفسر أهمية التعاون بين أفراد المجتمع. أقول له يجعل الوطن أكثر ترابطا ويعيش الأفراد في تفاهم. بعد كده أهم المصطلحات الواردة في الدرس: المسؤولية الوطنية، واجب المواطن تجاه وطنه، ويشمل الالتزام بالقوانين والعمل على تقدمه والحفاظ على الموارد. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.